الدخول في هذا الدين وبها يسلم من زاد وبها يدخل الجنة. هذا قال قلبي صادقا وعمل الله. لا إله إلا الله هذه الكلمة كلمة عظيمة. فهذه الكلمة قال الله عز وجل عنها: ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قالوا الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لذا أيها المؤمنون، هذه الكلمة فهم معناها وفهم قيمتها المسلم قديما وحديثا. قديما كان الواحد يموت من أجل لا إله إلا الله، بل كان يقتل من أجل لا إله إلا الله. وذاك الصحابي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، عندما جاء هذا الصحابي لمسيلمة أمر أن يقيد هذا الصحابي وأن يؤتى به من الغيب أمام الناس. فقال مسيلمة: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما عما. ولك أن تتخيل هذا المشهد أمام ذلك الكلام. فيأمر مسيلمة الجلاد أن يقطع قطعة من جسد ذلك الشاب، فتقطع القطعة أمام الناس ويسأل الصحابي يقول له: تشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول: تشهد أني رسول الله؟ يقول: إن في أذني صمما عما. فيأمر الجلاد أن يقطع قطعة. فمر مسيلمة يسأل وحبيب يجيب: أشهد أن محمدا رسول الله. والجلاد يقطع حتى صار قطعا متناثرة. صار الصحابي قطعا متناثرة على الأرض وهو يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الأم يأتيها الخبر، خبر ابنها الذي قتل مسلم، فتقول الأم تقول: من أجل هذا الموقف من أجل هذا الموقف أعددته وعند الله احتسبته. لقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ووفى له اليوم كبيرا. بعد أيام يعدون شبابنا يقول: لا إله إلا الله حتى ترفع الأرض وتهان لا إله إلا الله. هذا تعظيم شعائر الله في القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان الصحابي يقتل من أجل هذه الكلمة، ونحن اليوم شبابنا في ذلك اليوم بعد أيام والله أنت تخاف
لا يسلمون من عمل شباب وأذية شباب إذا رجال يؤذون المؤمنين المسلمين والمسلمات لا ينتهي الصغير ولا الكبير. فأين لا إله إلا الله؟ أين من أجل هذا الموقف يعتدون؟ أين مقتضى لا إله إلا الله من قلوبنا؟ أين تعظيم هذه الكلمة؟ أين توقيرها في نفوسنا؟ أين العقيدة التي نحملها بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أين؟ هي ليست كلمة. إذا كان الصحابة والناس وكفار مواجهة يعرفون ما لهذه الكلمة من التعظيم، فكان الواحد منهم يطمع أن يقول لا إله يرضى أن يقول لا إله لتعظيمها ولعظم هذه الكلمة حتى عند الكفار. قل له تسلم تشهد أن لا إله إلا الله ويحكم أن نعرف إذا قال لا إله إلا الله لا ولا واجبات ولا أركان ولا حقيقة في النفوس ولا تكليف في القلوب. هذه الكلمة إن لم تغير ماذا هي الفائدة من لا إله إلا الله؟ يا إخوة هذه الكلمة هي أول عقيدة. وعندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أخبره في أول أركان قال تشهد أن لا إله إلا الله. العقيدة هذه التي يتكلم منها إن لم تكن واقع لم تكن واقع التوحيد هذا الذي نعتقد لم يكن واقع. ما كان أصحاب العلم أسماء وصفات الألوهية والربوبية لم يعرفوا بالعمل ما هو توحيد الألوهية لم يعرفوها بالعمل. أما تسأل أصحابه ما كان ولا قالوا تفسر في توحيد لكن هم كانوا يعرفون بالعمل بالعقيدة. سلم عليك. هي مرة تحبت لم تكن هذه والله هي طيبة. ولا توضيح النفوس زور الشيخ الفارس والله قديم عن الطلاب بعد الاختبار يأخذون الأسئلة أسئلة الاختبار من الجنوب أصل الشباب هم يعرفون في بسم الله هذا إذا علم دائما عن علم خروج واجتهاد بسم الله قضية التربية على الشباب والشباب هذه كلمة لا وقال لا عندما قيل له قل لا إله إلا الله لا يمس أنا أروح الآن أخذ هذه وأنت تأخذ تحت المواد من وراء لا إله إلا الله فلها توقيت والمفترض أن تكون لها تعليم في نفوس الصغار قبل الكبار. وعلى هذا النهج تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا النهج تربى سلف هذه تعظيم وقيم لهذه الكلمة ولما في مقطعها وما من شروطها وواجباتها
وما لنا من على آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله والله عز وجل على آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وارزقنا وإياكم بطاعته وجعلنا وإياكم مع رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم